ولكن بعد ما ناخذ تفاعل سي عبد اللطيف باش تلخص لنا انت ديريكتومون اون فوا بور توت. دونك سي عبد اللطيف نحب نمشي معك في انه العجز نتاع صناديق هذه اليس بالغريب انه حتى سي ان اس بيدو مؤخرا ولات تعطي في قروض هذه يثير تساؤل حول عجزها، ولكن هي او ميم طون تعطي في القروض هذه. القروض اللي باش تعطيها انا سمعت انها مبالغ بسيطه نتاع 30 مليار وكذا من الميزانيه كامله، يعني بالتالي هي ما نقولش بروباغندا ولكن ما عندهاش امباكت حقيقي، لان المبلغ المخصص للقروض ثم بلافون بسيط. شوف، ماهيش وضعيه الصناديق فقط اللي محيره. انا في تقديري قالوا لنا قبل اللي الصناديق هذه وقت اللي بدات كانوا ثم قرابه 7 ناس من الناس نشيطين يصرفوا على واحد متقاعد. كانت الصناديق متوازنه. الان تقريبا 2 فاصل ناشطين على واحد متقاعد. ثم خلل هيكلي ناتج على البطاله، ناتج على قله الاستثمار، ناتج كذا. فبالتالي مهما عملت الترقيه، طيب اللي ياخذ في 250 كيفاش تزيدوا زياده تزيدوا 50 دينار هكا، شنو ال 250 شنو 300؟ هذا ما ينجم تشطحوا على الدكتور بدر غير زيد هذا ما ينجم تبدل امام التدهور يتفرد الا على الاقل تولي 7 800 اذا كان ما عندوش شرج. وبالتالي فهذا وضع محير. تمشي للكنام كيف تمشي لميزانيه الدوله. ميزانيه الدوله بيدها ناقصه، ما ثماش موارد كافيه. ميزانيه الدوله الشهريات في تونس ما عادش تعيش، الشهريات ضعيفه في العموم، يعني ما عندها نسبه ضئيله من الشهريات اللي تلقاها مرتفعه، اما في القطاع العمومي والا في الوظائف الحره. الشهريات الاخرى كلها ما عادش تعيش، فهمتني؟ فبالتالي اللي يلزمنا نفكروا في حل شامل هو اللي قالوا سي غازي، هو خلق الثروه. لانه المشكله مش في انه رئيس الدوله يستقبل وزير يقول له نحبوا الادماج. كيفاش الادماج؟ لازم يكون ثم خطط وبرامج نتاع ادماج، وهذا اللي يلزم نتناقشوا فيه توانسه، بالاستثمار، بخلق الثروه. وقت تخلق الثروه ثم الضرائب باش تمشي تمول ميزانيه الدوله باش تخلق الثروه، ثم التشغيل باش يعدل الوضع نتاع الصناديق الاجتماعيه باش تخلق الثروه، ثم اجور يعني باش ترتفع. هذا اللي يلزم نفكروا فيه. هذاك علاش راح نقول ترتيب الوضع السياسي في البلاد بدرجه انه يصبح ماهوش محل نزاع، يبدا مريقل، راهو مقدمه ضروريه باش نحطوا جهدنا الكل في وضعيه الاقتصاد. واضح. نختم معك دكتور بدر، كان هو عندك تفاعل ابارامون